اللي ما يفطرش الفطار ده يبقى اكنه ما فطرش. طبق الفول والبتنجان والطعمية هو ده الفطار الشعبي الاصيل الجميل بتاعنا اللي يسد معاه. هنقلي بتنجان زي ما انتم شايفين كده، قطعته. بتنجان ده اللي هو بيتخلل، بس انا قطعته كده وهقلي، بيبقى طعمه حلو زي السكر. جربيه هيبقى جميل معاك. رش عليه شوية ملح كده بعد ما تقطعيه، وهتقليه في الزيت كده، مش هيشرب معاكي زيت ولا اي حاجه. جميل جدا جدا وبيبقى حلو. احسن ما بتجيبيه بتاع الطعميه بقى، والمحلات دي بتعمله شارب زيت، واوقات تجيبيه ترميه. لا، اعمليه في البيت كده بطريقتك انت الحلوه دي، هيبقى معاكي زي الفل. خلاص، قلينا البتنجان. ندخل بقى على طاسه الفول الجميله. هنجيب طاسه نسخنها ونحط فيها معلقتين زيت وحته زبده صغيره كده، يعني ربع معلقه او نص معلقه زبده. هنسيحهم مع بعض كده وتسخن الطاسه بتاعتنا، وننزل عليها بالفلفل المقطع، فلفل حامي بقى، فلفل بارد اللي انت عايزاه. هنقلب الفلفل كده لما ياخد معانا، يدبل معانا وياخد معانا لون بس كده، يعني يدبل اهو زي ما انتم شايفين كده. وننزل عليه بالطماطم. دول 3 حبايات طماطم قطعتهم صغير ونزلت بيهم على الفلفل. طبعا هحط هرسة شطة، بس المقطع ما جاش معايا عشان تبقى مشطشطة كده وحلوة. الفول يبقى مشطشط كده، بيحبوه مشطشط. تمام. هنقلب كده نسيب الطماطم والفلفل تتسبك مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى الطماطم اتسبكت معايا وبقت جميلة جدا. هحط بقى رشة كمون ورشة ملح بس كده، مش هحط حاجة تانية ولا اي حاجة. الكمون والملح بس، ومعلقة صغيرة من هريسة الشطة او شوية شطة ناشفين، اي اللي يعجبك. مش عايزة تحطي شطة بلاش. هجيب بقى كيس الفول ده الجميل، هو كيس واحد كفاية. لو انت عدد اسرتك كبير اعملي كيسين 3، وزودي طبعا الطماطم والفلفل يعني بتضعف الكمية. هنعمل طاسة الفول بقى الحلوة دي. هنروح بقى نقلي طعمية. الطعمية طبعا ابحثي، ادخلي على البحث واكتبي عجينة الطعمية، هتجيلك عجينة الطعمية وعمايل الطعمية، كل حاجة انا عاملاها في القناة. الله الله الله، احلى فطار ده ولا ايه؟ الفطار ده بقى جنبيه بصل اخضر، طماطم، خيار، فجل وجرجير، اللي تحبيه بقى تاكليه مع الطماطم. وهنا بقى استوت معانا طاسة الفول الجميلة، حطينا الأكل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. بألف هنا وشفا اللي أكل، وبألف هنا وشفا اللي يفطر الفطار الجميل ده.